المدرسة المصرية ثم الطريقة الاسكتلندية أخيرا مع أليكس ماكليش. تلعب الكرة تاني عند كهربا. كنا بنتكلم على اللعيبة في تغيير الشكل والتكتيك والاستيعاب. أحمد توفيق ياخدها تاني محمد إبراهيم. ارتد كل اللعيبة. محمد عادل جمعة خطيرة، ممكن جول جول جول، خطير شرير كهربا. حلوة من محمد عادل جمعة. أول لعبة يعملوها بنفس الشكل اللي قلنا عليه، جملة منظمة من 10 دقايق. أول مرة يتألق بسام، إنما متابعة الكهربا عشان يسجل النهاردة في الدقيقة 42 بعد 40 أو 41 دقيقة لعب بعيد تماما عن الشراسة على المرمى. فرحة طبعا لجمال عبد الحميد مدير الكورة والجهاز الفني، وادي كهربا من المتابعة الجيدة. انما بص البداية بقى، اول ما سرعوا الريتم محمد ابراهيم اللي بدأ كويس قوي، ويا ولد يا لعيب طارق حامد تمريرة ايه في منتهى الجمال وعرضية بلسم من محمد عادل جمعة. اول مرة يتألق بسام بعد ما راح لها مايوكا، وكهربا المتابعة الجيدة في سقف الشبكة عشان يعيد التهديف مرة تانية أمام طلائع الجيش بعد ما سجل في الدور الأول. جون فوقنا شوية من حالة العقم التهديفي والبعد عن المتعة في المناطق الأمامية من كلا الفريقين رغم سيطرة الزملكاوية طوال الشوط، إنما في مناطق بعيدة تماما عن التأثير الهجومي. ياخدها تاني محمد ابراهيم، انما محمد ابراهيم تمريراته تعمل لك شغل ايه في منتهى الجمال لو سرعوا الريتم في المناطق الاماميه. هيعمل ايه طارق يحيى الوقت اللي جاي؟ هل هيتخلى عن طريقته من اللي سجلوا ال6 اهداف في الموسم اللي فات في تشكيله نادي الزمالك؟ كهربا ياخدها تاني، انطلاقه موجوده على حدود المنطقه، انما جاي محمود البدري من المناطق الدفاعيه، خلصها كويس قوي. محمد ابراهيم يا ولد على العرضيه، ممكن خطير، مايوكا شرير. 2-0 جول جول جول. مايوكا يسجل الهدف الثاني كأن كان بيعمل بروفا من دقيقتين، الكرة اللي ما اتحسبتش يخلصوها له في منتهى الجمال. ثنائيه زملكاويه في مرمى طلائع الجيش. 2-0 لنادي الزمالك. الجيش اللي فاز 5 مرات قبل كده كانوا كلهم دور اول، وما قدرش ولا مره ان هو يفوز على نادي الزمالك في الدور الثاني خلال 14 موسم في 21 مواجهه لغايه دلوقتي. انما مايوكا تحرك رائع جوه ال 18، وقلت الراجل ده مش هيظهر الا بعمليه التمويل من مصممي الهجمات وصناع اللعب. ادي البدايه يا ولد يا كهربا، وش رجلي خارجي، منتهى الجمال والروعه، مديها له محمد ابراهيم خلصانه تماما بهدوء وثبات انفعالي، ياخد المدافعين وحارس المرمى. مايوكا يسجل رابع اهدافه ويحط فرقته النهارده في المقدمه.